سامحتِ اللي أذيتِك؟ سامحتِ اللي سابِك بعد ما كسر قلبِك؟ وأنت سامحت اللي خانك والّا لأ؟ رمضان شهر تسامح، ولكن الحقيقي إن إحنا مش كلنا بنقدر نسامح. يعني هو أذاني وعايش حياته وأنا حياتي كلها وقفت وعايزاني كمان أسامحه؟ لأ طبعًا، ده أنا هافضل أدعي عليه كل يوم ربنا ينتقم منه. خلّيني أقول لكم إن إحنا مش عارفين نسامح لإننا فاهمين المسامحة غلط، فاهمينها إنها تغاضي عن الغلط، أو إن إحنا نتنازل عن حقنا ونسيبه، أو إن يبقى حد لاوي دراعي، أو يمكن أنا بقى شخص ما بيحسش. خلّيني بس أوضح لكم، التسامح 3 مستويات. المستوى الأول هو العفو، وده اللي فيه بيبقى إن أنا باتجاوز عن الموضوع داخليًا جوايا، وإن أنا لازم آخد حقي ومش هاتنازل عن العقوبة، وبانهي علاقتي بالشخص ده نهائي. أما المستوى التاني فهو الصفح، وهو إني باتجاوز داخليًا عن الضرر اللي حصل جوايا من الشخص ده، وباخد حقي ولكني باتنازل عن العقوبة، وممكن أدي الإنسان ده فرصة تانية. والمستوى الأعلى هو المغفرة، وده اللي إحنا دايمًا بنطلبه من ربنا، وهو إني باتجاوز داخليًا عن الضرر اللي حصل جوايا من الشخص ده، وباخد حقي وباتنازل عن العقوبة، وبافتح صفحة جديدة مع الشخص ده وكأن شيئًا لم يكن. وخلّيني أقول لكم إن المشترك ما بين ال3 مستويات دول حاجتين، أولهم هو إني باتجاوز داخليًا عن الضرر اللي حصل جوايا، باتعامل مع مشاعري ومع الزعل والغضب وخيبة الأمل وإحساس الخيانة اللي ممكن يكون جالي من الشخص ده، باتعامل مع مشاعري أنا اللي تقيلة عليَّ ومش قادرة أمشي بيها وممكن تكون هي اللي معطلاني في حياتي. والحاجة التانية المشتركة ما بين ال3 مستويات هي إن أنا باخد حقي ما باسيبهوش، وده عكس اللي إحنا نعرفه عن التسامح، إن إحنا بنسيب حقنا وبنتنازل عنه. وخلّيني أقول لكم إن الحق ممكن تاخديه في الدنيا أو قدّام في الآخرة. الحق لو أخدتيه في الدنيا فربنا كده شايف إن الأصلح ليكِ إنِّك تاخديه دلوقتي أو بعدين ولكنه في الدنيا، ولو كان الأصلح ليكِ إن حقِك ده هتاخديه قدّام يوم الحساب يبقى ربنا أراد ليكِ الأصلح. مشكلتنا مع التسامح هي إن إحنا فاكرين إن هو ضعف مننا إن إحنا نتنازل عن حقنا، ولكن الحقيقة إن التسامح كده كده هتاخدي حقِك، ولكن أنتِ بتتنازلي وبتتخلصي من أحمال والطاقة اللي أنتِ شايلاها جواكِ تجاه الشخص اللي قدامِك. أنتِ قاعدة بتغلي وقاعدة بتدعي وقاعدة بتعملي كل الحاجات دي عشان إيه؟ عشان أنتِ اللي زعلانة وأنتِ اللي تعبانة. هل أنتِ بقى اللي ما سامحتيش الشخص اللي قدامِك ده بقيتِ مازنجر ومطلعة طاقة فوتونية ومصدراها على الشخص اللي قدامك ده فراح واقع قدامك؟ ما هو عايش حياته عادي. انت اللي تعبانة، انت اللي مش عارفة تتحركي، انت اللي بقيتي تقيلة، انت اللي حياتك اتعطلت. صدقيني let yourself free. حرري نفسك من كل اللي جواكي ده، سامحي اللي قدامك وانت عارفة انك كده كده هتاخدي حقك، بس اختاري انت عايزة تسامحي بأنهي مستوى.